مساء الخير. السلام عليكم. الإخراج مش إنك تجيب مشهد من فيلم أجنبي وتقرر إنك تعمله بنفس الشكل والطريقة والتكوين وتقول ده تطور للسينما. الإخراج هو قيادة مجموعة كاملة لتحويل رؤية المخرج في نص مكتوب لمشاهد تكون لك فيلم. ومخرج النهارده من أحسن المخرجين اللي بيقدروا يبتكروا مشاهد ويطوروا نص قرروا ان هم يخرجوه. مخرج النهارده ملقب بحاصل الايرادات ومكسر كل الارقام القياسيه على شباك التذاكر، سينمائي بحت وما بيلتفتش للدراما، خارج من بيت فني ومزروع وسط الصناعه من سن صغير. بدا بفيلم بطوله عادل امام ونور الشريف. مخرج النهارده هو افضل مخرج في الجيل الحالي. مخرج النهارده هو مروان حامد. مش محتاج اقول لك ان مروان حامد هو ابن وحيد حامد الكاتب الشهير، ولا انه بدا حياته السينمائيه من سن 18 سنه تحديد المخرج شريف عرفه، وحضر ميكنج افلام زي النوم في العسل وتحك صوره تطلع حلوه والناظر. فانت تتكلم هنا عن مخرج دخل المطبخ الفني وشاف كل حاجه تحت ايد اتقل ناس في المجال في الوقت دوت، ولكن ده طبعا ما يميزوش. خد الفرصه اسرع من ناس كتير جدا، ولكن ده ما يخلوش يكسر في كل فيلم شباك التذاكر ويطير بايرادات تاريخيه في تاريخ السينما المصريه. فازاي مروان حامد قدر يعمل كده؟ اول حاجه هي الجرأه والمخاطره. مروان حامد من المخرجين اللي ما بتخافش او بتغامر وما بيهماش. مخرج شاب زيه لما يتخرج اكيد هيروح يعمل فيلم لبطوله نجوم شباب او عمل صغير يتمنى انه يغطي تكلفته عشان يقدر ان هو يكمل. لكن اول عمل ليه كان عماره يعقوبيان. مبدئيا كده عمل روائي، يعني الجمهور هيقف لك على الغلطه ومش هيفوت لك اي حاجه انت عملتها. قضايا مثيره جدا، بعضها الجمهور هيكون رافضها تماما وهيهاجمك. سرد لتاريخ بلد في قالب عماره ابطالها ومكبار النجوم في الوقت ده عادل امام ونور الشريف، بالاضافه ليسرى وخالد صالح، وترقب كبير جدا للوسط الفني وللجمهور على العمل اللي مجمع كل النجوم دول. كل ده وانت لسه في اول فيلم ليك في مسيرتك المهنيه، يعني يا تخسر وتنتهي بعد الفيلم ده يا تكسب وقتها تنطلق انطلاقه مرعبه. ولكن مروان كان عنده الجرأه الكفايه اللي تخليه ياخد المغامره دي، ومن خبرته السابقه في الافلام اللي كان مساعد فيها جرأته خلوه يعمل فيلم سينمائي شعبي جدا، رغم اننا بنتكلم عن قصه عشق. وهقول لك ازاي. خلاص انا كسرت حاجز النجوم، فهخرج فيلم بطوله محمود عبد العزيز، والتجربه برضه هتكون مثيره لانها من اماكن وعوالم مختلفه. تقدر تقول كده من قلب البيئه الشعبيه والمناطق الضلمه اللي فيها. وبرضه عمل هنقاسم عليه المشاهدين ولغايه دلوقتي منقسمين عليه. بعضهم بيقول بقى انه دمر الشباب، والبعض التاني بيقول لك لا دي قصه عشق حقيقيه. وزيه زي السينما كلها في فتره من 2010 لغايه 2013 اللي حاول ما كانتش مستقره، رجع مروان في 2014 بمغامره جديده جدا وهو اعلى ريسك خده في كل مسيرته المهنيه. عمارة يعقوبيان كانت قصه واقعيه، وابراهيم الابيض برضه كانت قصه واقعيه، حاجه ممكن تحصل. انما الفيل الازرق كانت مغامره من كل صناع العمل. بنتكلم اول حاجه عن روايه رعب وسيكولوجي، وكريم عبد العزيز مش كوميدي، وخالد الصاوي راسم تاتو. فصعب على الجمهور المصري انه يتقبل الفيلم او يعجب معظم الفئات. حتى قراءه كانوا قاعدين نفس قعده عمارة يعقوبيان، لكن ينزل الفيلم وينجح على مستوى النقاد والجمهور، وتتغير نظره الجمهور لكريم عبد العزيز وللصناعه. وان ممكن نقدم اعمال مختلفه وقصص غريبه عننا وتنجح. مش لازم ان انا اعمل كوميدي واللي يخليه يغامر للمره الثانيه بالجزء الثاني في 2019 والمغامره برضه تنجح ويكسر شباك التذاكر. جرته خلته رغم نجاح الفيل الازرق انه يروح يعمل الاصليين، التجربه مختلفه واللي هي مش جماهيريه، لكن لازم يكون في تاريخ المخرج اعمال مش جماهيريه واعمال فلسفيه بشكل مختلف عن الجمهور. جرته خلته يتحدى الزمن ويعمل فيلم في سنه 1919 بيحكي عن المقاومه. عارف يعني ايه فيلم بيتكلم عن وقت عدى عليه اكتر من 100 سنه، بملابس، باسلحه، بممثلين اجانب، بطريقه معارك وحروب مختلفه. كل اعمال مروان حامد دايما بيكون فيها ريسك. كانوا تحدي من مروان بيخشوا مع نفسه ومع جمهور السينما ان يقدم العمل المختلف واللي انتاجه بيكون عملاق وهتكلم عن زمن تاني مختلف، وان يقدم القضيه دي بشكل تكونوا متقبلينه. كل الاعمال دي تعجبكم وتكسر شباك التذاكر. رقم 2 بقى القصه والحدوته. القصه والحدوته زي ما بيسميها مروان حامد هي اهم عنصر، ويمكن كنت تخليها رقم 1، لان بالنسبه لمروان السينمائي او المخرج الناجح هو اللي بيقدر يحكي حدوته بادوات، والحدوته دي تفضل شداك وتعجب بيها وتتفاعل معاها. وهنا بقى اقدر اقول ان احنا قدام مخرج بيختار اعماله بملقاط. مروان تاريخه السينمائي كله اقل من 10 افلام، كل في 47 سنه. انت متخيل ان في مخرجين ظهر بعد مروان حامد وتخطوا العدد ده من الاعمال، لانه بيختار العمل اللي يقدر يراهن عليه واللي معظمهم بيكونوا مبنيين على روايات. عمارة يعقوبيان روايه لعلاء الاسواني، الفيل الازرق وتراب الماس وكيرة والجن احمد مراد، وابراهيم الابيض مبني على قصه حقيقيه. حتى اول اعماله كانت قصه قصيره بفيلم اسمه ليلي. يعني بصوره واضحه كده الراجل ده بيدور على نص قوي بيأثر في الناس، لكنه لغايه دلوقتي ما اخرجش حاجه من كتاباته. دايما بيدور على الملحميه الموجوده في الاعمال الروائيه، لان الروايه اللي انت بتسرح فيها بخيالك وانت اللي بتكون فيها المشهد، وده بيعلي نسبه انتظارك للفيلم وبتكون متحمس ليه جدا بانك تشوف خيالاتك اتصورت ازاي. في عمارة يعقوبيان القصه كانت عن مصر من اول الملكيه لغايه الالفينات، وقصه كل طبقه في صوره
بطولة العمارة بسكانها. فيلم اكتر من ساعتين ونص، المخرج لسه شاب قدر يقدمها بكل بساطة وسلاسة في الفيلم، وربط بين كل ابطاله رغم التعديات اللي في الشخصيات كلها، الا انه ما فرضش اي رأي على المشاهد، دايما سايبك تحكم من وجهة نظرك انت. من اول الفيلم لغاية النهاية حياة طبيعية ما فيهاش خير بينتصر او شر بينتصر، يوم لازم ينتهي ويجي يوم بعديه. عبارة عن قصة طبقات اجتماعية رغم اختلافها الا ان هم بيتشاركوا، وفي النهاية بيتشاركوا مع بعض في حياتهم. عبارة يعقوبيان فيلم فيه كل العناصر اللي تنجح اي فيلم، ولكن اهم سبب فيه بالنسبة لي اللي بتخليني دايما اشوفه وارجع اتفرج عليه هو قربه لينا في الاماكن اللي اتصور فيها، في طبيعة الشخصيات، وانك اكيد قابلت حد منهم. من الاخر كده قصه مصريه بحته تشبهنا كتير. ولو جيت عند ابراهيم الابيض فانت هتلاقي عندك القلعه، مقابر الامام، وقصه الخيانه والوفاء والعيش. ومن الاخر كده كلمه الشاعر المجهول في اول الفيلم هي قصه الفيلم كلها. اقرا كده مساكين اهل العيش حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. من الاخر هو داخل بيقول لك ان القصه دي قصه عيش ابراهيم له حوريه، عيش زرزور له حوريه، صداقه عشري وخيانته عشان خوفه. ورغم قوه الاثنين ابراهيم وزرزور الا ان في الاخر خسروا. ابراهيم خسر صاحبه وحبيبته، وزرزور خسر اللي بيحبها. وده الكوت اللي بدا الفيلم، الا انه صورهولك في قصه شعبيه اكيد موجوده، اللي مخليها بقى مختلفه عن الالماني وفضلت عايشه معانا لسنين وما زالوا لغايه دلوقتي بيتكلموا عنها. ان المغزى ما كانش المعارك ولا اللغه ولا التجاره الشمال، المغزى كان القصه وازاي المصير اتحول، والعشق حول كل ابطالنا من ناس قويه وناس كانت مش هممها الدنيا بمعنى اصح لناس ضعاف خسروا كل قوتهم. وبالنسبه لي ده احسن فيلم عمله احمد السقا، ده بجانب طبعا الموسيقى التصويريه القويه جدا اللي كانت موجوده فيه. كل دي حاجات خلت الفيلم يفضل في ذاكره المشاهد اكتر ويعيش لسنين اكتر. طيب نعمل بقى قصه عاديه ونهدى شويه؟ لا، يقرر يعمل روايه سيكولوجي وجريمه وجن بطريقه مصريه جدا، ودي حاجه صعبه انك تخلينا نتقبل قصه زي الفيل الازرق من غير بقى فرص السينما الامريكاني اللي ممكن تخطف منها مشاهد وتحاول تعجبني بيها. انك تعمل فيلم بابعاد مختلفه عن الجن وتجيب صوره مقبوله وحقيقيه مسنوده لتوابع في التاريخ تظهرها لي انت بصوره مقبوله بالنسبه لي ومبهره على مستوى الديكور، ده غير بقى الموسيقى التصويريه اللي تفجع واللي حرفيا ما سمعتش زيها. ودي من مميزات مروان، انه بيهتم بكل عناصر الفيلم وكل عنصر بيبقى واخد حقه، موسيقى، ديكور، والممثل، كل حاجه هتلاقي انه مهتم بيها. نرجع للقصه. بعد الفيل الازرق يخش في تجربه تراب الماس اللي تعتبر قصه عاديه، ولكن اخراج مروان وطريقه مروان في السرد بجانب اداء الممثلين بيودي القصه في حته ثانيه خالص. من مشاهد مصر ايام عبد الناصر للمشاهد الحديثه لطرق الانتقام المختلفه لاداء قاسم ومحمد ممدوح وطبعا ماجد الكدواني، خلى الفيلم يحقق نجاح كبير. واخر اعماله بقى كانت مغامره كبيره جدا، لان القصه معروفه قصه المقاومه، ولكن طريقه عرضها بكل عناصر الفيلم هي اللي تختلف. نفس الجمله، ازاي تعرف تحكي حدوته كويسه؟ هو ده المخرج من وجهه نظر مروان حامد. كيرة والجن يعتبر اقل قصه في افلام مروان كلها، ده لانها قصه لينير ومتوقعه بصوره كبيره، لكن الرائع اللي فيها المخاطر اللي في التصوير والازياء والمعارك، تقدر تقول عليه كده فيلم متكلف. ثالث حاجه هي ثبات عناصر الصناعه. مروان حامد من المخرجين اللي بيثبتوا فريق العمل اللي بيشتغلوا معاه، وده اللي بيخلي في تناغم ما بينه وبينهم، كانهم خلاص بقوا عارفين هو عايز ايه. يعني هتلاقي الموسيقى التصويريه عشان نزيه في اغلب افلامه، ولما بيعيد بنكتشف دوه زي كيرة والجن كده. التصوير هتلاقي احمد المرسي اللي قدم تصوير رائع جدا في كيرة والجن، والكادات اللي كانت موجوده فيها مجاميع وسط البلد قدم لك فعلا صوره مبهره جدا في الفيلم دوه. مونتاج احمد حافظ، وازاي المونتير يبقى بيعرف يحكي ويقدر يحل لك مشاكل التصوير ويسهل فهم الفيلم بالنسبه لك. مونتاج مشاهد المعارك في كيرة والجن والقط في اغاني فيلم الفيل الازرق والاستعراضات، كل الحاجات دي تبين لك ان قد ايه احمد حافظ متمكن في المونتاج. وطبعا بقى تكوين ثنائيه مروان حامد واحمد مراد زي ثنائيه شريف عرفه ووحيد حامد، لانك اكيد ملاحظ ان اخر اعمال مروان كلها كانت مع احمد مراد، وده اللي بيساعد مروان حامد انه زي يحول الروايات دي لافلام. ان احمد مراد اساسا خريج قسم تصوير قبل ما يكون كاتب، فبالتالي هو بيكتب الروايه وبيكتبها بعين مصور. كل الناس دي بقت بتساعد عليك انت كمخرج تقدم عمل قوي، لان كلهم مجتهدين وداوا النجاح معاك، فدماغك بقت راكبه معاهم ومبقتش محتاج انك تشرح كل تفصيله عشان تقدر تقنعهم بيها. ده غير بقى انك بتختار اتقل ناس في التمثيل واكتر ناس تجتهد زي كريم عبد العزيز، ويحصل لمروان حامد انه قدر يحول كريم في 2014 من ممثل كوميدي بس لممثل بيقدم ادوار مختلفه كتير. ده بجانب بقى نجوم تانيين زي خالد الصاوي في دور نائل، هند صبري في ادوار كتير جدا في كيرة والجن وفي الازرق وابراهيم الابيض، عمرو واكد وافضل اداء ليه فيلم ابراهيم الابيض. فاحنا بنتكلم عن مخرج بيعرف يتعامل مع الممثلين والنجوم بطريقه مريحه ما فيهاش مشاكل، وبيقدر ان هو يقود الفيلم. وطبعا رصيدك من النجاح والايرادات ليه دور كبير جدا، بجانب الصدمه الاولى اللي انت خدتها مع نجوم تقال زي عادل امام ونور الشريف، بتخلي فيه ثقه واحترافيه في التعامل بينه وبين الممثلين. مروان حامد يعتبر من المخرجين اللي ما تعرفش تصنفهم، هل هو مخرج اكشن ولا مخرج دراما ولا مخرج رومانسي، رغم انه بيقدم كل الاشكال دي بافضل صوره ليها، وهتلاقيها موجوده في كل افلامه. مش من ضعف انها تكمل الفيلم، لا، هي بتفيد القصه قبل اي شيء. رابع حاجه هي خد وقتك. اظن دي اكبر صفات مخرجنا، انه بيدي وقت كبير جدا للعمل في التحضير. بنتكلم عن فتره ما تقلش عن 3 سنين بين كل عمل والتاني، فتره بيبعد فيها مروان حامد ويبدا يشوف فيها ايه المشروع اللي هيستثمر فيها وقته، لانه بياخد منه وقت وعمر طويل، تجهيز بقى من كل النواحي، ملابس، ديكور، ممثلين، وقرايه كتير. ده بجانب بقى زياره للاماكن اللي هيصور فيها لو في
مشاهد خارجيه، تقدر تقول كده زي الطبخه اللي بيسيبها فتره تستوي عشان تدوقها وتعجبك طعمها. اكيد طبعا تعرف مخرجين بيعملوا كل سنه عمل، ولكن الاعمال دي بتكون مختلفه تماما عن اعمال المخرج اللي بنتكلم عنه النهارده، لانك بتتكلم عن حوالي 8 افلام في 47 سنة من وقت وليد مروان لغاية دلوقتي. تقدر تقول عليه كده متبع نهج مخرجين هوليوود زي تارانتينو وجيمس كاميرون. ببساطة يعني أعمال بتاخد فترة طويلة ولكن بجودة عالية جدا. ولو بسيط هتلاقي إن فيلم جوكر نزل 2019 الجزء الأولاني، وحاليا هينزل الجزء الثاني 2024، يعني بعد 5 سنين كاملين استثمار وجهد وتطوير في الفكرة. عشان كده الأفلام دي بتنزل وما تتنسيش. آخر الأسباب معانا وهو الشخصيات. شخصيات مروان حامد لازم تكون معقدة، وما ينفعش إن هو يديك شخصية عادية، لازم يكون في صراعات جوه الشخصيه. اجيب لك باشا بس جواه نكران للسن، اجيب لك بلطجي بس يضعف قدام واحده، اجيب لك دكتور نفسي بس يامن في الجن، اجيب لك قائد مقاومه وبيمثل الدكتور. ده غير ان الست دايما بتكون محرك اساسي في كل افلامه. عمارة يعقوبيان هتلاقي الصديقه والحبيبه وتاثيره على البطل ابراهيم الابيض وازاي قدر يتغير في حياته. والفيل الازرق سواء الجزء الاول والثاني هتلاقي ان في مساحه كبيره جدا للست في عمل بيقدمه مروان حامد. من الاخر احنا قدام مخرج متمكن من اداته جدا ومش ملتفت للتاليف، هو مركز انه يجيب عمل عنده شغف بيه ويحوله لفيلم. الفيلم ده يعجبك ويغذي حته التحدي جواه. مخرج اثبت ان الفكره مش بالكم لكن بالكيف، بالجوده مش بالعدد. مخرج خلى فيه ثقه بينه وبين جمهوره، انك لما تلاقي فيلم مكتوب عليه اخراج مروان حامد هتتاكد 100% انك داخل تشوف تجربه مختلفه تماما وتتمتع بيها بصوره كبيره. سينما عالميه رغم انها مصريه خالص. وبس كده كان كل كلامنا النهارده عن المخرج مروان حامد. اتمنى تكون الحلقه عجبتك، وزي ما انت عارف لايك لو عجبتك الحلقه، كومنت تقول لي فيه عايزنا نتكلم عن مين من المخرجين في الحلقات اللي جايه، واشترك في القناه وشوف حلقه عمرو سلامه والحلقات السابقه اللي احنا عملناها، واشوفك في فيديو جديد. سلام. 10 صاحبه